مش كل شغل بيتعمل عادي. في عمال وصلوا لمرحلة إن شغلهم بقى فن حقيقي. ناس بتشتغل بدقة غريبة وسرعة تخليك تسأل نفسك إزاي أصلا بيعملوا كده. من كتر الخبرة والممارسة قدروا يطوروا مهاراتهم لدرجة إنهم بيبتكروا طرق وحيل عبقرية في الشغل. حاجات أول مرة تشوفها ممكن تحس إنها مستحيلة، لكن لما تعرف إن دول أمهر العمال في العالم ساعتها بس هتفهم السر. تعالوا نشوف مع بعض اللقطات المذهلة دي، وأوعدك إنك هتتفاجئ من أول مشهد. بس قبل البداية تعال ناخد حسنتين ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عبده من قناة عين الحياة، ادعمني بلايك وادعمني باشتراك عشان أقدر استمر. الراجل ده جامد قوي، قدر يربط الحبل في مكان عالي وهو على الأرض. مهارة وحرفية مفيش زيها. اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ يا تلحق يا ما تلحقش، الراجل مش مديله فرصة يتنفس. الحمد لله مفيش حاجة لبست في وشه. ايه يا عم الحلاوة دي؟ ده لو راسم له خط مش هيمشي عليه كده. عارفين ان العمال في الكعبة الشريفة بيتعبوا قوي، لكن عندهم مهارة وسرعة جامدين جدا. مش مجرد عامل شغال وبس، سرعة وأداء جبارين. السرعة عنصر مهم في الشغل، عشان كده العامل ده استعان بالآلة دي عشان تساعده في الشغل. عمرك شفت الختامة دي؟ الراجل ده سبقها في الختم، بيختم كمية أوراق في اليوم كبيرة قوي. أول مرة أشوف الخطوط اللي بتترسم على الكورة. لو انت كمان زيي قولي في التعليقات. الراجل ده تقريبا دي مش دماغه، بيقدر يشيل عليها كمية ما اقدرش اشيلها. خطط ورسم وكرر وحدفها، معلم في المكان المظبوط بالظبط. المهارة والخبرة عامل مهم قوي عشان تبقى مميز بين كل اللي حواليك. العامل ده ياخد جايزة اوسكار. الراجل ده ممكن يخلص البيت في دقايق بس. لو بتفكر تجدد بيتك يبقى لازم تكلم العامل ده. لو اشتغلت محدش يلحق يشتغل وراها. ادي فرصة لزمايلك يا شيخة. من الصعب انك تتحكم في المنشار ده، لكن الراجل ده بيتحكم فيه وكمان سريع. هتقدر تجدد بيتك في يوم واحد بس. مع العامل ده خلاص مش هتاخد وقت. لو فاكر ان الحاجات سهلة تبقى غلطان. دول اكيد خدوا وقت كبير جدا عشان يتدربوا ويوصلوا للمهارة والسرعة دي. العامل ده فنان، انا بفكر اكلمه يعمل لي الفيلا بتاعتي كده. سرعة واداء يفوق كل الخيال. طبعا اول لما تشوف العمال دول هتقول دي حاجة سهلة مش حرفنة يعني. احب اقولك ان الالوان دي لازم تتحط بدقة ومهارة عالية جدا. الاسلاك دي لازم تتلف بدقة عالية قوي، وما تسيبش اي فراغ بين الاسلاك، وكمان على الارتفاع يخوف لوحده. مهارة جامدة جدا وربنا يسترها عليهم. عمرك تخيلت ان النار بتحرق الحاجة فبترجع جديدة؟ اديني جبتلك النهاردة اللي يقولك اللي مستحيل تصدقه. الراجل ده ماشي الخط بالملي، ده انا بكتب على الخط بالعافية.
من أغرب المهارات اللي هتشوفها في حياتك. الراجل ده بيتسلق أعمدة الإنارة بكل سهولة، وبيستخدم حاجات بسيطة جدا. تنظيف الشوارع من أصعب الأعمال، لكن مع الراجل ده كل حاجة سهلة، والتنظيف مش هياخد وقت كمان. اللي يقولك أنا شغال شغلانة صعبة، وريله اللقطة دي وقوله مش أصعب من الراجل ده. وأنا لسه هعمل حتة حتة؟ أنا هعملها كلها مرة واحدة وأخلص بسرعة. ما تنساش تكتبلي في التعليقات مين هو العامل اللي أبهرك بمهارته. كنت أتمنى الفيديو يطول عن كده، لكن للأسف الوقت الحلو بيعدي بسرعة. أشوفكم الفيديو اللي جاي إن شاء الله. وما تنساش تدعي لأهلنا في فلسطين. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.